في مهام جسيمة، بس سيدنا أبو بكر بيستدعيه للتحقيق والتدقيق لتمحيص هذا الأمر، إن الكلام كتر. فجه سيدنا خالد لابس الدرع بتاعه، كان من الحديد وقد علاه الصدأ من كثرة الدماء، دم دم دم، الدرع حديد صدى من كثرة الدم اللي عليه داخل، وعلى رأسه عمامة وقد غرز فيها النشابات، السهام، عمامة كبيرة كده وغرز السهام، وكل سهم في دم 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 من المعارك اللي خاضها، عمة فيها السهام والدرع كده. فدخل المسجد لقى عمر، فقال عمر: قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته. اللي كان سيدنا خالد اصطفى زوجة مالك بن نويرة اسمها ليلى، أم تميم بنت المنهال، اصطفاها، دي بقت بتاعته، زوجها هو اعتبره مات مرتد، فاصطفاها خالد. فلما انقضت عدتها حاضت بنى بها. أنا نسيت أقول لك، سيدنا خالد لما أمر بقتل مالك بن نويرة أمر بفصل رأسه، الفصول رأسه، فقطعوا رأسه. فسيدنا خالد عمل إجراء لإرهاب المرتدين اللي هم فارين هنا وهناك، فخد الراس بتاع مالك بن نويرة وحطها، وحط جنب منها حجرين، ولع النار وجاب قدر وفيه لحم يستوي بقى على على النار دي. القواعد القواعد اللي القدر محطوط عليها راس مالك بن نويرة وحجرين. الناس بقى لما يسمعوا وسيدنا خالد ويجيله نفس ياكل من اللحمه اللي هي في الخضره دي، يجيله نفس. سيدنا خالد شخصيته قويه جدا ونفسه حلوه ليرهب الاعراب ان الموضوع ده محتاج حزم، الموضوعات دي محتاجه قوه، ارهاب للاعراب المرتدين. فيقال في الروايات ان النار قعدت قايده في شعر مالك بن نويرة لحد اللحم ما استوى، ولسه النار قايده في الشعر لكثرة شعر رأسه، شعر رأسه غزير وتقيل وكتير، فالنار قعدت تولع فيه مدة طويلة، ما كانش أصلع أو شعره خفيف أو شعره غزير وكتير، قعدت النار قايده فيه لحد اللحمة ما استوت، وكل سيدنا خالد. واصطفى زوجته لما انقضت عدتها بنى بها. فلما جه المدينة سيدنا عمر يقول له: قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته لأرجمنك بالجنازة.